تعملي ايه هنا والباب فاتح قدام الرجاله كده؟ في بعمل وش. تعملي وشم كده والباب فاتح كده والرجاله كده مفيش حد شايف. المفروض في ايه طيب؟ هو عمال يتعصب بيه كده. ان شاء الله مش هبات في البيت النهارده. مش هتباتي في البيت ازاي؟ بس سيبيني انا من حوار. واعتقد انه كان من الطبيعي جدا ان ست بتنزل كل الفيديوهات اللي انت شفتها دي انها تخرج وتشتغل الحاجات دي قدام المحل في قلب الشارع اللي هو جنب بنزينة وشارع شعبي زي ما هتشوف كده. مرة عايزة تعملي مش في الشارع. في الشارع خلاص يلا اعملي. يعني ايه في الشارع؟ يلا بس يلا مفيش وقت. هتعملي المول في الشارع؟ خلاص يا ميارة بقى، انا زهقت، الشارع كله اتفرج عليا. نعمل ايه يا بنتي؟ بتعملي ايه؟ كده كده ايوه. هتعمل رموش في الشارع اعمل لك ايه؟ اهي ادي الرموش اهي. ومش بس في الشارع، لا دي كمان طلعت تعمل للستات حاجات في قلب الكافيهات. هنعمل ايه يا نوجة دلوقتي في الكافيه؟ نعمل حواجب ميكرو يا جماعه، وغصب عني يا جماعه انا هشتغل ميكرو في الكافيه. عايزك بس تتخيل ان ده كوافير حريمي اللي انت المفروض كراجل ما تعرفش شكل الدهان بتاع الكوافير الحريمي ده عامل ازاي، لانه طول النهار البيبان مقفوله، وان لو مراتك جوه بترن عليها علشان تخرج لك علشان ما ينفعش انت تدخل تشوف الستات في الاوضاع دي. انما مدام نوجة تاتو وفرت عليك كل الحاجات دي وابتدت تنشر الحاجات دي بالمشاهد دي بالحاجات الشفافه والحاجات اللي متشاله واللي احنا ظللنا عليها كنوع من انواع الدعايه عادي، وكأن ده المفروض يحصل في كل الكوافيرات. ناهيك بقى عن الالفاظ والايحاءات وانها تطلع تعمل الحاجات دي للستات في قلب الشارع وفي الكافيهات والكلام